وأخيرا تلجت. هلأ بناكل تلج نشبع، أعطونا معلقة. لك انتبه، هاي الحلويات ما بتتاكل إلا بعد ما تتلج 3 مرات. وليش بلا زغرة؟ نورنا أستاذ نور. حلوى لا تشترى، بل تهبط من السماء وتحفظ داخل ثلاجات بدون كهرباء. شو حلويات سحرية؟ في جبال قلمون، واحدة من أقدم عادات الشتاء. عندما يشتد البرد يستعدون لتحضير الحلوى، ولكن لا يأكلونها إلا بعد هطول الثلجة الثالثة. هذا المثل تبع أول ثلجة سم، تانية دم، الثالثة كول ولا تهتم. يا عيني عليك. فعند الثالثة تبدأ طقوس البقسمة أو السويق. يجمع الثلج ويسكب عليه دبس العنب، ويضعونه في زبادي ويقدمونه لضيوفهم ويأكلونه جانب المدفأة. لقمة تجمع فصلين في آن واحد، برودة الشتاء وحلاوة الصيف. ومنذ مئات السنين يخبئون هذه الثلوج إلى فصل الصيف. تخنتها؟ ليش كان في برادات أيام زمان؟ بالطبع لا، لكن أهل الجبال ابتكروا هندسة ذكية لحفظ الثلج في مغارات تسمى المثالج، حيث يكبس الثلج ويغطى بالقش والتراب فيبقى جامدا حتى في فصل الصيف. بس معقول ما حدا غير أهل القلمون بيعرفها؟ لندع المشاهدين يجيبوننا في التعليقات.